ساب التمثيل وبقى بياع خضار وفاكهة في الشارع من 17 سنة لحد لما معهوش يشتري العلاج، ومراته انفصلت عنه وحرمته من بنته وهي عندها شهر بالظبط. اللي حصل مع الفنان عمرو محمد علي اللي قام بدور صبي الورشة إيش إيش في مسلسل أرابيسك، وكمان مستر كاراتيه الوصية وليالي الحلمية. تعالوا نعرف ايه المرض الغريب اللي حصل له وخلاه ما بقاش قادر يتحرك، وايه علاقته بكل ده باللاعب مؤمن زكريا. الفنان عمرو محمد اتولد سنة 1975، كان تلميذ مش شاطر في التعليم يعني بليد، وقضى فترة الابتدائية في مدرسة طلعت حرب في الكتكات، وبعدها طلع المرحلة الإعدادية وكان شاطر في التمثيل وبيقعد يقلد الفنانين قدام اخواته وصحابه وزمايله لحد لما جت المدرسة بتاعته اسمها فتحية وخلته يشترك في فريق المسرح المدرسة. بدأت تدربه على طريقة الكلام قدام الجمهور وكمان تنظم له النفس، ولما لاحظت انه بيتعلم بسرعة بقى أهم ممثل في المسرح. وبعد كده اتعلق عمرو بالتمثيل لدرجة انه ما كانش حاطط التعليم في دماغه، حتى بقت دماغه كلها ما فيهاش غير الفن. بس بدأ يعمل أدوار صغيرة في المسرح ويبقوا المخرجين يطلبوه كمان في التلفزيون، وعلشان كده ما كانش بيروح المدرسة غير على الامتحانات، بس كمان كان بيغش من زمايله. بس للأسف جاب مجموع صغير، والتنسيق دخله المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، بس للأسف ما كملش فيه وسابه. وبعدين قرر يدرس في كلية الإعلام في التعليم المفتوح، بس في مرة وهو في المحاضرة وقع على الأرض وما قدرش يقف على رجله مرة تانية، وزمايله شالوه وودوه بيته، وبعدها عرف إنه عنده التهاب في الأعصاب. ولما الموضوع اتكرر معاه قرر ما يروحش الكلية تاني وسابها للأبد. وفي التوقيت ده أبوه اللي كان شغال محاسب في السفارة اليابانية بالزمالك جاله مرض زهايمر. في الوقت ده هو كان في الأربعينات وساب الشغل، وبقى عمرو هو اللي مسؤول عن اخواته الخمسة ووالدته اللي كانت ست بيت وملهاش مصدر دخل. ومن حسن حظ عمرو انه بدأ يطلب في الأدوار المهمة في الوقت ده. اتعرض عليه سنة 1990 دور في مسلسل الوصية بطولة الفنان أحمد عبد العزيز، اللي كان بيعتبره نقلة مهمة جدا في حياته المهنية وخلى الجمهور يتعلق بيه. وبعدها طاقة القدر اتفتحت له وما بقاش ملاحق على العروض من المخرجين والمنتجين، وعمل أدوار مهمة زي دور في فيلم مستر كاراتيه مع الفنان أحمد زكي ورفاعة الطهطاوي. وفي عز نجاحه سنة 2001 أعجب بالفنانة بدور ذات اللي اتخرجت من المعهد الفنون المسرحية وعرض عليها الجواز ووافقت، وعاشوا في شقة صغيرة قريبة من مستشفى أم المصريين، وخلفوا بنتهم الوحيدة شهد اللي بقت اسمها بعد كده نور على اسم جدتها. وبعد فترة بدأت المشاكل تحصل زي أي اتنين متجوزين، لحد إما حس عمرو إن جسمه تقيل وبيحس بدوخة من الوقت للتاني، وده نفس الأعراض اللي كانت بتجيله في كلية الإعلام، وخلته يقع على الأرض وما يتحكمش في نفسه. وحاول عمرو يقنع نفسه إنه عنده شوية إجهاد وهيروح لحالهم، بس ما كانش قادر يشتغل نفس المجهود زي زمان. وحصل له مشاكل كبيرة جدا مع مراته واتفقوا على الانفصال، وأخدت بنته وحرمته منها وهي عندها في الوقت ده شهر واحد بس، وده خلى حالته النفسية صعبة جدا. وفي يوم وهو بيمثل دور في مسلسل ريا وسكينة سنة 2005 وقف المخرج جمال عبد الحميد التصوير وقال له يا عمرو من فضلك ما تبرقش في الكاميرا. بص ليه عمرو باستغراب وقال له يا أستاذ جمال أنا طبيعي مش ببرق. اضطر المخرج إنه يعيد المشهد أكتر من مرة، ما كانش يعرف إن ده أعراض مرض عمرو. ولما الموضوع اتكرر معاه في مسلسل حدائق الشيطان سنة 2006 قرر يعتزل التمثيل خالص، لأنه عرف إنه بيبرق بالشكل لا إرادي. ومش بس كده، ما بقاش حتى قادر يقف على رجله بشكل طبيعي. عمرو جاله حالة اكتئاب كبيرة جدا، وبعدها كلم المقاول السعودي مبارك الهجري اللي كان عنده مصنع في محافظة قطيف في السعودية، وطلب منه الكفالة علشان يسافر. وفعلا سافر عمرو علشان يشتغل وأخد التأشيرة بتاعة سائق خاص لفهد ابن صديقه المقاول السعودي. ولما وصل عمرو طلب من صديقه يعمل مشروع بيع الخضار وفاكهة
جنب محطة البنزين على الطريق السريع بين مدينة الدمام ومدينة الجبيل. وبعد ما كان مجرد فرش على الأرض على الطريق السريع، بقت في خلال شهور بقت كشك كبير، والمشروع نجح وبقاله زباين كتير. وفي يوم وهو بيبيع جاله ممثل سعودي طلب منه يقوم بدور في مسرحية سعودية. فرح عمرو جدا، بس في أول يوم جاله نوبة من النوبات المرض اللي خلته مش قادر يتحكم في جسمه، ووقع على المسرح قدام الجمهور وحلف ما تتكررش تاني. وعرف أخوه أحمد اللي كان شغال في الوقت ده في الإمارات اللي حصل، وطلب منه يسافر للإمارات. ولما سافر عمرو طلب منه أخوه الباسبور وقال له أنا هشوف لك شغل أفضل. بس عمرو رفض ورجع مصر تاني. وبعد سنة من سفره ما كانش معاه ولا مليم، لأنه كان حاطط كل مكسبه في الكشك. وبدأ أعراض المرض تهاجم عمرو لدرجة إنه ما بقاش يخرج من بره بيته. ووالدته لجأت لنقابة المهن التمثيلية وجددت له اشتراك العضوية. وفي يوم استدعاه الفنان أشرف زكي وادالها فلوس التجديد، وقرر يعمله معاش استثنائي وعضوية عمالة في موقف إنساني يحسب له، وخصوصا إنه باع اللي وراه واللي قدامه، وخصوصا كمان لما كان محتاج حقنة مش موجودة في مصر، وأخوه اشتراها له ب180,000 جنيه من تركيا. بعدها عاش مع أمه وأخته في شقة صغيرة في شارع فيصل. طيب إيه علاقة الكلام ده بمؤمن زكريا؟ اكتشف إن عمرو مصاب بنفس المرض النادر بتاع مؤمن زكريا، وهو مرض التصلب المتعدد اللي للأسف ملهوش علاج في العالم كله لحد دلوقتي. وده مرض مناعي بيأثر على الحركة وبيخلي الإنسان ما بيقدرش يتحكم في الكلام أو النظرات العين، وكمان بيأثر على الذاكرة. ربنا يشفي الفنان عمرو محمد علي والكابتن مؤمن زكريا.